هذا الرجل انعدم وهو بريء. هيثم شاب يمني عمره 24 سنة عايش بمدينة اسمها عدن. من كان عمره 17 سنة كانت وضعيته المادية كلش صعبة، فقرر يروح المنطقة بعيدة اسمها الغيضة حتى يشتغل ويحسن وضعه. وفعلا لقى شغل يم رجل أعمال عماني كبير بالعمر اسمه صهيب. بعد فترة صهيب قال له تعال نروح العمان كم يوم ونرجع. هيثم وافق ومشوا بالطريق، ولما وصلوا هيثم حس بأعراض وتعب مو طبيعي، فأخذ صهيب ووداه المستشفى. ولما طلعوا من المستشفى وقف صهيب يمه بالبقال، نزل وطول شوية. من رجع جاب وياه مي وعصير وقال للهيثم اشرب. هيثم كان تعبان حيل، وبس شرب العصير رأسه ثقل ونام مباشرة. صهيب كان مخطط على شي خبيث، استغل نوم هيثم، وقف على جنب الطريق، نزل وشال هيثم وقعده بالمقعد الخلفي، شلع هدومه واعتدى عليه. وهيثم ما حس بأي شي لأن العصير كان بيه مخدر قوي. ثاني يوم صحى بس قال يمكن بواسير وما اهتم. بعد كم يوم رجع لليمن، ومرة راح الصهيب وقال له أنا محتاج كم فلس، أريد أسافر عدن وأتزوج. صهيب وافق وانطاه فلوس. سافر هيثم وتونس وتزوج. ولما اجى يرجع اتصل على صهيب وقال له أقدر أجيب زوجتي وياي؟ صهيب قال له حياك الله، أنا باكر أجر لك شقة بيها 3 غرف، واحدة إلك وزوجتك، واحدة إلي لوحدي، وواحدة لأختك. هيثم استغرب قال له شنو علاقتك بأختي؟ وليش تريد تقعد ويانا أصلا؟ صهيب قال له لا تفهمني غلط، أني أريد أتزوج أختك. هيثم قال له إيه تعال دق الباب. وصهيب راح دق الباب وهيثم وافق، وأهله وأخته وافقوا على الزواج. بس طلعت مشكلة، لازم عقد الزواج يوثق بعمان. هنا صهيب رفض لأن ما يريد الزواج يصير رسمي، فقالوا له دام الزواج مو رسمي ماكو زواج. صهيب حقد عليهم، رجع الهيثم وقال له اسمع، أختك تجيبها وياك غصبا عليك، وإذا ما تجيبها أفضحك قدام الدنيا كلها. هيثم استغرب قال له تفضحني بشنو؟ صهيب رد عليه وقال له إذا ما تجيب أختك أفضحك قدام الدنيا كلها وأنشر المقاطع اللي اعتديت عليك بها. هيثم انصدم قال له راوين الدليل. وفعلا صهيب أرسل له كم مقطع يثبت الاعتداء. هنا هيثم قال له أخوه الكبير رافع وحكى له كل شيء. رافع قال له اسمع، قل للصهيب أنا راح أجيب أختي وإحنا نكمشه ونتصرف. اتفقوا يكمشون صهيب، يضربوه، ياخذون التلفونات ويكسروهن. تواعدوا بفندق. صهيب اجى بسيارته على هيثم، ركب وياهم رافع، قعد لورا. صهيب استغرب. هيثم قال له هذا اخويا ينزل بالطريق. وهم يمشون رافع طلع السكينة وطعن صهيب أكثر من مرة، وكل طعنة يقول هذا جزاء اللي يمشي وراء أعراض الناس. هيثم خاف من الموقف، مسك السكان السيارة ووقفها على صفحة. بعدها طلع السكينة من بطن صهيب ونزل صهيب وأخذ الموبايلات وكسرهن. هيثم حاول يسعف صهيب بس ما قدر، خاف وهرب. بس مسكوه بنقطة التفتيش، لقوا بصمات صهيب على السكينة واتهموه بالقتل. انسجن 7 سنوات. ناس من أهل صهيب حاولوا يتنازلون بس الباقين رفضوا. انحكم على هيثم بالإعدام. قبل التنفيذ سألوه شنو آخر طلب لك؟ قالهم أريد أصلي ركعتين بساحة التنفيذ. وتمت. قبل الإعدام هيثم كان مبتسم وودع أخوانه وزوجته اللي ما عاش وياها غير بس شهرين. ويوم الاثنين بتاريخ فبراير 13 2023 تم تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص حق هيثم. كتبوا لي شنو رأيكم، هيثم انعدم على حق لو باطل؟